خوتي المغاربه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم اوزاد ماروك. كنشكركم كيف العاده على الدعم ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم باش تدعموا القناه، الله يحفظكم. الحلقه ديال هذا اليوم: اعتراف اسرائيل بالسياده المغربيه على الصحراء مقابل سفاره في تل ابيب. وهنا كاين واحد الخطوه جيوستراتيجيه ديال المغرب داخل القاره الافريقيه، وسفينه حربيه عملاقه للمغرب. هنا غادي نشوفوا النوع ديال هذه السفينه، شنو هي هذه الصفقه هذه مع من، يعني غادي نشوفوا كل شيء بالتفاصيل. هنا كذلك أنغولا بعد المغرب ترسل أسلحة لأوكرانيا. يعني المغرب كان أرسل الدبابات اللي كان عنده ديال الخردة السوفيتية، صافتها لعند أوكرانيا، حيت الجيش الأوكراني موالف يخدم داك الخردة ديال روسيا. يعني المغرب صافت كاع داك الطنوقه اللي كانوا عنده داك الدبابات، وامريكا قالت له وعدته بالبديل. يعني الا صفتي 30 دبابه غادي نعطيك 30 دبابه من صنع امريكي بالجوده الامريكيه الممتازه اللي حنا عارفينها وعارفين نخدموها. يعني كاع داك الاسلحه ديال روسيا اللي كانت عند المغرب صافتها لعند اوكرانيا. وهنا دابا ثاني دوله افريقيه اللي كتصيفط سلاح لاوكرانيا. وهنا كاين تبادلات سياسيه وجيوستراتيجيه داخل القاره الافريقيه، وغادي نشوفوا كل شيء بالتفاصيل ان شاء الله. دابا الجزائر مازال تهاجم المغرب، وهذا الشيء ليس غريب. هنا هي كتنقي الصوره ديالها وتوسخ في نفس الوقت الصوره ديال المغرب. ولكن الغباء ديال هاد الكبرانات، ديال هاد النظام، ديال هاد الاعلام ديال الكابينه اللي عندهم، يعني هنايا شنو داروا؟ مشاو كينشروا في وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية صور ديال هاد الدواور ديال الصفيح هنايا، ولصقوها لعند المغرب. قالوا بأن اتساع دائرة الفقر بالمملكة. يعني هنايا كتسمى كيلصقوا لنا هاد الصوره هذه. يعني من شافوا داك الاستقبال ديال المنتخب المغربي، وشافوا بان كاين داك الجهه ديال بورقراق في الرباط والمسرح ديال محمد السادس والبرج ديال محمد السادس، وبقاو كيقولوا لنا راكم درتوا فوتوشوب، وراه هذيك الصوره راه في قطر، وانتم حطيتوا الطوبيس ديال اللعابه تما. هما ما كيتخيلوش المغرب متقدم. يعني كيخصهم دائما يرجعوا لنا اللور ويلصقوا لنا الصور بحال هذا الشيء. حنا المغرب فعلا راه كيتقدم، فعلا مازال عندنا هاد الدواور هادو، ولكن حنا خدامين. يعني بزاف ديال المدن ما بقاش فيهم هاد الدواور هادو. المغرب كيمشي كيبني، كاين اللي كيعطي له برطمان، كاين اللي كيعطي له قطعه ارضيه باش يبنيها وكذا وكذا، يعني باش كنحيدوا هاد البني بحال هكذا. هنا كاينه واحد الجريده اللي سميتها لا ليبرتي اللي نشرت في 2016 هاد الصوره هذه، وهاد الصوره هذه هي نفس الصوره. انتم كتشوفوا هاد الجهه هنايا هي نفس هاد الشيء. يعني نفس الصوره اللي كانت نشرتها هاد الجريده لا ليبرتي اللي كانت دارتها على مدينه ارزو في الجزائر. يعني قالت لهم بان عاصمه دوار الصحيف يعني هنايا في الجزائر. وهما شدوا هذه الصوره هذه اللي عندهم في الجزائر وبغاو يلصقوها للمغرب. يعني بلاد الكبرانات ما بناوهاش، بقاو متاخرين. يعني عندهم الكثير من هذا الشيء هذا، الناس عايشه هكذا وبغاو يلصقوها لعند المغرب. يعني داك العيب اللي عندهم كيلصقوه لعند المغرب. يعني هذا الشيء غباء جدا. نتمنى حنا ما غاديش نفيقوا بهم. يعني هنايا اخوتي المغاربه تبقاو دائما ديروا اتونسيون في هذا الاعلام ديال الكابينه ديال الجزائر من تنشر شي حاجه. يعني الاكثريه 90% 95% راه كذوب، يعني كيهاجموا المملكه المغربيه. كذلك في نفس هذه المدينه ديال ارزو الناس تعجبت، جبروا هذا الشيء في الصباح يعني في المدينه، كيقولوا واش هذا اسد ولا شنو هذا التخربيق هذا. يعني هنايا داك الشيء داروه بواحد الطريقه اللي هي ما عرفوش ينقشوه. يعني هنايا كنشوفوا بان ما عندهمش الحرفه ديال النقش، ومشاو حطوا هذا الشيء هذا. يعني بغاو يشفروا لنا السبع المغربي. حنا تكلمنا عليه البارح، قال لك اسيدي راه هذاك الشيء ديال الجزائر والاسد الاطلس راه ديال الجزائر وكذا وكذا. والغريب في الامر يعني هاد الناس في هذه المدينه هذه اللي فيها الدوار ديال الزنق في الصباح من فاقوا جبروا هذا العجب. يعني بقاو داهشين كيقولوا شنو هاد الاصنام هذه. هنايا الغريب في الامر وهو مشاو لعند ويكيبيديا الديكسيونير اللي كاين في انترنت. مشاو سيدي كانت هاد الصوره هذه ديال
الاسد الاطلس، كانت مكتوبه فيه ان ليون او ماروك فوتوغرافيي باغ الفريد ادوارد بيس فيغ 1893. يعني داك ادوارد بيس كان صور هذا الاسد الاطلس في المغرب، ومشاو هما بدلوا التيتر ديالو، العنوان ديالو، وكتبوا ان ليون اون الجيري، يعني بدلوه باش يكون في المغرب، مصور في المغرب، بدلوه في الجزائر. مين مشاو الخوت ديالنا المغاربه مشاو كيشوفوا، جبروا من لاحظوا هذه الصوره هذه، جبروا بان راهم بدلوها منذ جوج سوايع، يعني دابا واقيلا راه شي 8 سوايع ملي تبدلت. يعني هذا النهار هذا مشاو بدلوا داك التيتر هذاك، حيت ويكيبيديا اي واحد يقدر يدخل ويشارك تما ويعمر اللي بغا، وداك الشيء كيتبدل. يعني داك الشيء ليس حقيقي في ويكيبيديا. دائما الواحد كيخصو يدير لي ريشيرش ديالو في جهه اخرى باش تكون عنده المعلومه صحيحه. يعني مشاو كيزوروا ويكيبيديا باش يردوا داك الاسد ديال الاطلس بانه راه تصور في الجزائر. يعني هذا الشيء راه عجيب جدا. ومشاو عاوتاني بعد الانجاز ديال المنتخب المغربي في المونديال، مشاو سيدي داروا قال لك المواهب الجزائريه احسن ترتيب وصل له الافارقه في التاريخ، يعني ترتيب في الفيفا. قال لك نيجيريا كانت الخامسه في 94، الجزائر الثامنه في 81، مصر تسعود في المرتبه تسعود في 2010، المغرب المرتبه 10 في 98، وكذا وكذا. يعني دابا راهم عارفين بان المغرب راه مكلاسي مزيان في الفيفا، راه حنا 11 عالميا. يعني هنا يبقى فيهم الحال، ومشاو داروا الترتيب الرسم. يعني هنا ملي كيديروا هما بان الجزائر كانت في المرتبه الثامنه في 81، وحنا عارفين بان الفيفا بدات هذا الترتيب هذا في 91. يعني كيفاش انت في 81 كان عندك الترتيب ما كانش في 81. الفيفا اللي كتدير كرة القدم في العالم دارت الترتيب بداء من سنة 1991. كيفاش نتايا جزائري بالغباء ديالك مشيتي درتي الترتيب لراسك ودرتي الجزائر بان راهي كانت في المرتبة 8 في 81؟ يعني هنايا كتسمى راه بقات لهم ما تفرطاتش ليهم هذا الانجاز ديال المنتخب المغربي. يعني كيخصهم هما يكونوا احسن منا في الترتيب ديال الفيفا عالميا. لا، المغرب راه 11 وهذا الشيء راه رسمي. نتوما ما عمركم ما وصلتوا لهاد البلاصه هذه، وبلا ما غادي تكذبوا على التاريخ وتمشيو تخرجوا اخبار زائفه وديروا راسكم بان راكم في الترتيب 8 في 81 وداك الوقت ما كانش الترتيب في الفيفا. يعني هنا هذا غباء عالمي هنا باش تشوفوا الحماق ديال هاد الكبرانات. دابا خوتي القضيه المغرب مع اسرائيل، هنا الاعتراف بالسياده على الصحراء مقابل فتح السفاره في تل ابيب. هنا المغرب من حل داك المكتب ديال التواصل مع اسرائيل، يعني في المرتبه في لا سويت ديالو، يعني غادي يكون تطبيع رسمي والمغرب غادي يفتح السفاره في تل ابيب، و اسرائيل على السفاره في الرباط. دابا المغرب قال لهم احنا كيخص تكون الاعتراف بالسياده على الصحراء، السياده المغربيه على الصحراء رسمي، وعاد ديك الساعتين غادي نفتح انا السفاره ديالي في تل ابيب. يعني هذا الشرط ديال المغرب. الصحراء هي المعيار اللي كيشوف بها المغرب. يعني في الاتفاقيه ديال ابراهام اللي دار المغرب مع امريكا واسرائيل كان الاعتراف الامريكي بالصحراء وليس الاسرائيلي. يعني كانت غير ردوا العلاقات مع اسرائيل. يعني دابا المغرب كيقول اسرائيل الا بغيتي نفتح السفاره ديالي خاصك تعترفي بالصحراء. وحنا هذا الاعتراف الاسرائيلي يعني هنا عنده واحد الوزن في القاره الافريقيه. يعني هنا جميع الدول اللي عندها كاع هادشي اللي بالازرق عندها السفاره ديالها في اسرائيل، واسرائيل عندها السفاره ديالهم في هاد الدول هادو كاملين. حنا اللي كيهمنا وهو هاد الجهه ديال افريقيا. يعني حنا عارفين بان هاد الجهه ديال افريقيا بزاف ديال الدول مازالين كيعترفوا ببوليزاريو، ومازال المغرب عاد كيخدم باش يبدل لهم داك الراي ديالهم باش يسحبوا الاعتراف ديال البوليزاريو، والمغرب يقدر يطرد البوليزاريو من الاتحاد الافريقي. هذا هو الهدف ديال هذه السنه 2023 اللي عند المغرب.
يعني كيوجد لهذا الملف هذا باش يطرد. وحنا اللي كيهمنا بزاف وهو ايثيوبيا. يعني الا كان الاعتراف رسمي ديال اسرائيل على الصحراء المغربيه، يعني هنايا الحليف الاول في افريقيا عند اسرائيل وهي ايثيوبيا. ايثيوبيا راحنا عارفينها هي اللي عندها المقر ديال الاتحاد الافريقي، هذه اولا. ثانيا كتعترف بوليزاريو وكتدعمو بزاف، يعني هنايا عندها واحد الدعم قوي. هنا ديك ساعتين لا كان الاعتراف، حنا عارفين بان ايثيوبيا راه غادي تميل عند جهه المغرب، وإلا تبعت ايثيوبيا راه بزاف ديال الدول في الجوار ديالها غادي يتبعوها. يعني هنايا كتسمى المغرب كيخدم كذلك لهذا الشيء هذا. يعني هنا هذا الاعتراف ديال اسرائيل راه مهم بالنسبه لافريقيا وخصوصا مع ايثيوبيا، باش المغرب يكون عنده العدد الفائض باش يطرد البوليزاريو من الاتحاد الافريقي. هنا دابا انغولا تدير ظهرها لموسكو وتوافق على طلب امريكي. هنا قررت انغولا توجيه جزء من سلاحها السوفيتي الى اوكرانيا لمساعدتها في مواجهه روسيا، وهي البلد الثاني اللي خدات هذه الخطوه بعد المغرب الذي بعث في الماضي دبابات تي 72 السوفيتيه. يعني هنايا ها هي دولة أخرى اللي كتمشي من داك الحلف ديال روسيا، الحلف الشيوعي ديال روسيا، وكتمشي للجهة ديال الأمريكان. يعني أي دولة اللي كتجي عند الحلف ديال الأمريكان يعني كتزيد تقاربا مع المغرب. يعني هنايا وحنا رحنا هضرنا على أنغولا واحد الوقت بان راه السي اخنوش كان مشى لتما باش الرئيس ديالهم من كان ربح الرئاسه السنه الماضيه في مارس 2022 كان مشى اخنوش لتما وحضر وكذا وكذا. يعني هنايا كنستناو كاين العلاقات بدات مع انغولا، يعني هنايا كنستناو باش انغولا تبدل الراي ديالها على القضيه ديال البوليزاريو. وهنا كذلك من كيكون هذه الخطوه هذه هي امريكان خدمت تما، يعني هنايا المغرب غادي يدخل بسهوله. وهنا كتسمى ملي كتكون واحد الدوله في واحد الجهه وتقلب لجهه اخرى يعني كيوليو عندها حلفاء جداد، يعني علاقات جداد مع هذا الحلف الجديد اللي دخلت ليه. يعني هنايا المغرب حليف ديال امريكا، يعني غادي تقرب من عند المملكه المغربيه، وهنا غادي تتخلى على الجزائر وعلى الكبرانات خصوصا في قضيه الصحراء المغربيه، وهذا خبر مفرح. كذلك هنايا المغرب دار واحد الصفقه مع اسبانيا، كنا تكلمنا عليها شحال، هذه الناس اللي متابعين القناه شحال هذه كانت واحد الصفقه في 2021 على جوج ديال السفن حربيه مع اسبانيا. ومن جات الازمه ديال بن بطوش المغرب كان حبس ديك الصفقه هذيك، ولكن دابا ملي رجعت العلاقات مزيانه مع اسبانيا المغرب دابا صافي غادي يشري هاد السفينه الحربيه للمراقبه ديال المياه البحريه ديالو. هي سفينه عملاقه، ها هي النوع ديال هاد السفينه هذه باش تشوفوها هنا، باش تشوفوا بانها هي سميتها افونت 1800 كومباتون. يعني عندها كتمشي في واحد المسافه بعيده في البحر، تقدر تهز هليكوبتر، عندها سيستم كذلك ديال الصواريخ، رادار قوي، عندها السونار كذلك لتحت قوي جدا، وهي مضاده للغواصات، وكذلك عندها واحد المدفع ديال 76 ملم القدام يعني حربيه. يعني هاد السفينه هذه قويه مضاده للغواصات ومراقبه المياه، يعني واحد السفينه اللي هي عملاقه وبواحد التكنولوجيا قويه. والمغرب طلب خصوصا في هذا الصنع ديالها غادي يكون واحد النوع ديال الاسلحه متخصصه للمملكه المغربيه، وهنا كاين السر ديال الدفاع. يعني هنا المغرب ما عطاش داك التفاصيل ولا اسبانيا، يعني هنا غادي يكونوا واحد الاسلحه اللي غادي يدير المغرب، واش شي نوع ديال الصواريخ ولا شي حاجه اللي غادي تكون قويه تما. يعني اسبانيا قالت بان هاد السفينه هذه غتخرج من هاد النوع هذا بواحد التطوير
كبير. يعني المغرب غادي تكون عنده هذه السفينه ديالو خاصه بالاسلحه ديالو الخاصه، بالتطوير ديالها الخاص عند المملكه المغربيه. يعني هنايا شي حاجه اللي قويه جدا. هاد السفينه هذه هانتوما كتشوفوها، يعني شي حاجه واعره. شكرا لكم اخوتي على المتابعه ديال هذه الحلقه، نتمنى الحلقه تكون عجبتكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، وشكرا لكم.